ايوا يا اطفال يا الشاطرين يا الزينين، شكون معكم المهرج بيلو في سلسلة جديدة تحت عنوان يلا نلون مع بيلو البهلوان. اليوم واش عندي هنا؟ عندي بزاف الوان شابين وهايلين ورايعين كيما انتم يا اطفال يا الشاطرين، وعندي واحد الرسمة حبيت نلونها معكم. وش رايكم فيها؟ هذا الطفل الهايل الشباب يلا نلونوه مع بيلو البهلوان. يلا نبدأ. لونوا هذا الشعر باللون الأصفر. وراح نتبع التعليقات تاعكم، اللي عنده اي رسمه حب نلونوها كيف يخليها لي في التعليقات ورايحين نلونوها يا اطفال يا الشاطرين يا الزينين ويا الهايلين. جيد يا اطفال يا الشاطرين، هذا المزمار يا اطفال نلونوه بين اللون البني وكذلك نختار له اللون البرتقالي يا الشاطرين يا الزينين ويا الهايلين. كما قلت لكم يا اطفال، هذو المناطق الضيقة جدا واش نديرو كي نوصلوا ليهم؟ نلونوهم بالعقل وما نسرعوش. الان غادي نخلوها باللون الاخضر، تجي شابه باللون تعجبكم. الآن يا أطفال وين نروحوا؟ نروحوا البني واللون الأبيض. أنا عجبوني هذو زوج ألوان كيما راه موضح في الصورة يا أطفال يا الشاطرين ويا الزينين. على بالي بزاف منكم اللي يحبوا الألوان. رانا قريب ننتهي يا اطفال ونوريكم النتيجه، واللي عجبو التلوين تاع بيلو يدير لنا جيم. حبيت يا اطفال حبيت نمزج بين اللون الازرق والازرق الغامق في السروال، وقولوا لي واش رايكم يا اطفال. يا اطفال يا الشاطرين يا الزينين، حبيت الجوارب تاع الطفل هذا الشاطر نلونوهم باللون الاحمر. حبيت يا اطفال كيما راكم تشوفوا، حبيت اللون تاع القميص نضيفوا له شويه اللون الأحمر.
يا أطفال دوكا نروحوا للحذاء. الحذاء رايحين نخلوه باللون البني. عجبني اللون البني، نخلوه باللون البني. هذه هي الرسمة متاعنا يا أطفال. وفي الأخير وش نكتبوا؟ بيلو بيلو. هذا يا أطفال. إذا كما راكم تشوفوا يا أطفال رانا كملنا لونا الرسمة متاعنا. نتمنى تكون عجبتكم بزاف. وكما قلت لكم تابعوني دايما في سلسلة يلا نلون مع بيلو البهلوان. وإن شاء الله نتلاقاو في رسمة أخرى مع ألوان أخرين يا أطفال. شكرا.